السلام عليكم. حلوى بمقادير اللي هي بسيطه. بالنسبه لهذه الحلوى هي غريبه، كنزينوها بالكنافه والعسل. نعطيكم المقادير. عندنا 150 غرام ديال الزبده حيوانيه، ممكن تستعملوا ديال البواطه. عندنا 4 كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، واحد كاس ديال الكوك محمر، وبيضه، قرصه ديال الملحه، ونص خماره ديال الخميره، والدقيق حسب الخليط. وغنزيد شويه الفاني. نبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذوا الزبده. من الافضل تكونوا خرجتوها من الثلاجه على اتساع باش تسهل عليكم تخدموها. غنزيد عليها هذيك السنيده اللي عندي، نحاول نخدمها. كنخدموها حتى كتذوب ديك السنيده اللي استعملنا. نزيد هذا الكاس ديال الزيت يعاوني ان هذيك السنيده تذوب. ورجع معكم بعد ما تذوب لي السنيده. رجعت معكم. غنزيد هذيك البيضه، ديما كنزيدوا واحد شويه تاع الدقيق، نقول واحد قياس ديال معلقه كبيره باش هاد البيضه تدخل مزيان مع الزبده. ما نحصلوش على خليط اللي هو ماشي متجانس. كتزيدوا هاد من بعد ما زدت هذاك الكاس ديال الكوك، ما عرفتش واش تصور ولا لا، المهم راني زدت هذاك الكاس ديال الكوك. دابا غنزيد شويه ديال الفاني. هذا ماشي هو فاكولتاتيف، الا بغيتو تضيفوه، ما بغيتوش شي اشكال. وغنبدا نزيد في الدقيق. كمية الدقيق حسب الخليط. واحد الريحة مع الكوك مع الفاني خطيرة. غنزيد هذيك خميرة، قلنا نص خمارة، يعني الا استعملتو 8 غرام غتستعملوا النص، يعني 4 غرام. استعملتو هذيك اللي فيها 7 غتستعملوا 3 غرام ونص. غنبقى نزيد الدقيق حتى يتجمع ليا الخليط. نحاول نزيد بهاد هكا. العجينه خصها تكون مرخوفه، متكونش قاصحه، لان الكوك كيقصح العجينه. كنحاولوا غير نجمعوا العجينه، ما نحاولوش ندلكوها.
كنجربوا ديما باليد الاخرى اللي ما فيهاش عجينه، يعني كتبان ليا عجينه بركه عليها من الدقيق. نجيب ميزان ونرجع معكم. ورجعت معكم غنعبر الكريات، غندير فيهم 12 غرام. المهم غادي نعبر الكريات ونرجع معكم. بالنسبه اللي عنده العبار في يديه راه ما يحتاجش يعبر. رجعت معكم بعد ما عبرت جميع الكويرات. دابا نحاول ندير منهم قريبه. نحاولوا نبعدوا بيناتهم لان فيهم شويه الخميره. هاد الكويرات واخا يبانوا لكم صغار راه تبارك الله ملي كطيب راه كتكبر. نكونوا شعلنا الفران ونطيبوا هاد الحلوى على درجه تقريبا 150 درجه، وكل وحده والفران ديالها. المهم ما تكونش عافيه مجهده. ونرجع معكم بعد ما نسالي سكوار ديال العجينه. من بعد ما ساليت هذا عطاتني تقريبا جوج لاطات. نديرهم في الفران كما قلت لكم. درجه حراره الفران خصها تكون تقريبا شي 150 درجه، لان بغينا هاد الحلوى تكون شويه واحد اللون محمر. نديرها في الفران ومن بعد ما طيب نرجع معكم. ورجعت لكم بعد ما طابت الحلوى. هذا هو الشكل ديالها، يعني كنحمروها شويه. هنا عندي العسل، هذه الكنافه اللي حمرت في الفرن، وهذا شويه الفيوتين. غير باش نقول لكم بانكم ممكن تزينوها باي طريقه بغيتو. كناخذ الحبه ديال، انا ما كنغطسهاش في العسل، غير كنحاول ندير يدي احسن. نحاول نديرها في هذا من بعد كنديرها في الكنافه. نجيب شي زيت، نحاول نعاود معكم واحده اخرى. العسل بطبيعه الحال كنسخنوه يشد لينا في الحلوى، ومن الافضل تخليو الحلوى تتبرد. انا باقا شويه سخونه. كاين اللي كيديرها كلها كيغطسها في العسل ويديرها في الفيوتين، انا كندير غير الفوق. نعاود معكم واحده اخرى. ندير العسل سخون ونخليوه حتى يبرد. انا على قبل التصوير باش نصور.
ندير معكم وحده بالفيوتين. بالنسبه للفيوتين الا درتو راه غتجي شويه غاليه، لان كما كنعرفوا الفيوتين راه غالي. هما ديروا غير المهم حسب كل واحد والمقدوره ديالو. نرجع معكم بعد ما نسالي تزين باش تشوفوها في شكلها النهائي. وهذا هو الشكل ديال الحلوى. هذه اللي زيناها بالكنافه، وهذه اللي زينت بالفيوتين. انا ما عنديش بزاف، درت غير هاد الحبات. ممكن تزينوه باللوز مهرمش، كاوكاو مهرمش، هذاك لا فيرميسال، يعني تزيين كيبقى لكم. نتمنى هاد الحلوى تعجبكم وتجربوها. هي طيبه، والى فيديو اخر ان شاء الله.